بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ حاجة بقى جديدة، يعني حاجة روعة النهاردة. ادوني بقى الأول لايكات وافتحوا نفسي كده عشان نشوف الصنف الجميل ده. دي صينية كفتة، بس موفرة وجميلة جدا. معايا هنا كيلو الا ربع من اللحمة أو أي كمية انت عايزاها، ومعايا هنا بس مجرد 4 معالق من البرغل مغسول بس ومش مطحون، مش منقوع، انا اسفة. يعني البرغل ما بتنقعيهوش خلاص. معايا بصلاية متوسطة مش كبيرة، وبرضو جزراية صغيرة او متوسطة، ومعايا فلفلاية احمر الوان، وبطاطساية متوسطة مش كبيرة برضو. ومعايا طبعا دهون الدوش او البوش اللي احنا بنخليها للكفتة، وكوباية من ورق البقدونس. عايزاكي تاخدي الورق بس ما تاخديش العيدان بتاعة البقدونس. اول حاجة هنفرم البصل مع الفلفل الالوان في الكبة بتاعتنا، ونفرمهم فرمة حلوة كده. نضيف بقى كل الكلام اللي انتوا شفتوه ده على اللحمة. انا هنا حطيت الدهون مع البصل والفلفل الالوان على اللحمة بتاعتنا. خلاص لحد كده تمام. هنشوف بقى الخطوة الجاية. البطاطساية بتاعتنا هنبشرها ناعم، انا هنا عاملاها في الجنب الناعم في المبشرة. تاخديها وتعصريها من المية بتاعتها كويس جدا وتحطيها على اللحمة بتاعتك. ادي تاني خطوة. وكذلك الجزر انا ضربته في الكبة وحطيته برضو على الكلام ده كله. البرغل بقى هنا انا حطاه لسببين، وطبعا حطيت ورق البقدونس. البرغل هيمتصلي كل الميه اللي في الخضار دي، زائد كمان انه بيدي طعم حلو جدا للكفته بتاعتي. خلاص. وتحطي طبعا كوبايه ورق البقدونس اللي قلنا عليها. الخليط كده تمام، وحطينا كل حاجه، حطينا كل الخضار اللي احنا عايزينه على الكفته بتاعتنا. الكفته دي جميله جدا وموفره. انا مش عايزه هنا اضيع طعم اللحمه، فمش عايزه توابل كتير في الوصفه خالص. خليكي معايا، مفيش عندي غير الحاجات اللي قدامك دي: ملح وفلفل وبابريكا وبشرة جوز الطيب، فقط لا غير. ما حطيتش اي حاجة على الوصفة. ملح وفلفل ومعلقة صغيرة بابريكا وبشرة جوز الطيب. جوز الطيب هنا في الوصفة اساسي، لان اصلا اي كفتة يعني بصراحة بتبقى في حتة تانية من جمالها بسبب جوز الطيب. دي حاجة اساسية في الكفتة بتاعتنا. ابشري لي بقى حته حلوه كده، يعني بحوالي مثلا ربع معلقه صغيره من جوز الطيب على الخليط بتاعنا ده كله. وابتدي بقى مكسي كل المكونات دي مع بعضها وقلبيها كويس جدا زي ما انت شايفه كده، واخلطيها كويس. اضربيها بايدك كذا مره. المكون بقى اللي هيخلي الكفتة جميلة وهشة ومش هتكش معانا هو البيكنج باودر. بحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر للهشاشة بتاعة الكفتة وعلشان ما تكشش معاكي. حلو الكلام. خدي بقى يا ست كل معلقتين من دبس الفلفل على شوية من الزيت. ما عندكيش دبس فلفل، فلفلاية حمراء الوان اضربيها بشوية زيت في الكبة واعملي الخطوة دي اساسي. بدهن الصينية اللي هحط فيها الكفتة من الخليط ده دبس فلفل على شوية زيت. بيفرق جدا 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 في نتيجة الكفتة بتاعتنا. ادهني الصينية كويس قبل ما تفردي فيها اللحمة بتاعتك. انزلي بقى بكمية اللحمة تمام كده، وسويلي بقى الصينية دي تمام التمام، كلها تبقى متساوية وبنفس الارتفاع. ما تخليش حتة تخينة وحتة رفيعة، عشان الكفتة تطلع كلها سوا واحد وتطلع معاكي متساوية وزي القمر. انا بسويها كويس هنا، ومن عند الطروف بوصلها للاخر خالص وتسويها بقى زي الفل كده. وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الخطوة اللي جايه. هنسوي هنا الكفتة تمام ومظبوطة، ونكون بقى مولعين الفرن ومجهزينه عشان ندخل الصينية العظمة دي. يعني بصراحة بتتقدم والله يا جماعة في المطاعم بأرقام انتوا مش هتتخيلوها. والطريقة دي كمان أحلى من اللي بتتباع بره، والله هتعجبكم جدا.
وابتدي بقى شكليها التشكيلة اللي تعجبك. عايزة تشكليها على شكل نجمة كده تبقى مثلثات، ماشي. انا هنا عملتها مستطيلات كده بالطول عشان اخد منها على طول واحط على السيرفيس بتاعنا، يعني مستطيلات طولية كده. دي التشكيلة اللي انا عملتها. كل الكلام ده قبل ما تخش طبعا الفرن. انا هنا مولعة الفرن استعدادا لدخول الصينية المتينة العظمة بتاعتنا. الخطوة الجاية بقى خطوة برضو مهمة جدا. بقيت دبس الفلفل اللي انا دهنت بيه الصينية بدهن بيه وش الكفتة، ودي خطوة برضو اساسية في الوصفة. ادهني لي بقى كده عشان الريحة بقى تبقى ايه واصلة للجيران وجيران الجيران كمان. بجد والله يا جماعة وصفة جميلة جدا هتعجبكم قوي، موفرة، وبأي كمية لحمة انت تعمليها ان شاء الله حتى ربع كيلو نص كيلو ممكن تعملي الوصفة دي. هترمي معاكي وتبقى حلوة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي. يلا اكتبوا لي بقى في الكومنتات لما تعملوها وتطلع معاكم النتيجة. اسعدوني بقى بكومنتاتكم الحلوة، وادوني بقى لايك وشير وسبسكرايب يا جماعة، محدش ينسى. انزلوا عليا بقى باللايكات النهاردة عشان الوصفة القمر دي. بس كده خلصنا الوصفة وهندخلها الفرن. طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، قمر، سواها تحفة. شايفين لونها؟ والله كمان الإضاءة ظلماها، اللون جميل جدا وهشة وجميلة وزي العسل. هبتدي بقى أقطعها. بتتقدم بقى دي جنب رز بسمتي، جنب مكرونة، جنب أي حاجة انتي عايزاها. هي هنا لسه سخنة فأنا ايه حريصة شوية وأنا بقطعها. بس خرافة في الجمال. شايفين قوامها؟ شايفين السمك بتاعها حلو ازاي؟ ولا الريحة بقى والطعم؟ يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتحياتي ليكم.